السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد. حين تدمن نوعية أفكار معينة لا تخدمك، دور الضحية مثلا، فإن عقلك سيبقيك في منطقة الراحة ودائرة الأفكار التي تبقيك تعيش دور الضحية، فيمتلئها عالمك بالمتسلطين. الخروج من دور الضحية يتطلب شجاعة وقوة، يجب عليك أن تمتلكها لتخرج من منطقة الراحة وترى العالم من وجهة نظر جديدة. فكل ما تتفاعل معه عاطفيا ويسبب لك الإزعاج فإنه لمس ذكرى قديمة عشت فيها ذات الشعور المزعج. تفاعلك معه في هذه اللحظة يعني إمدادك له بالمزيد من الطاقة والتركيز، وبالتالي تزداد فرصة زيارته لك وتكرار حدوثه. لن يغادرك ما يزعجك إلا إن قررت بوعي أن توقف ما تتفاعل معه. لن يفهم الناس رغبتك الشديدة للحصول على الحب والاهتمام، وهم فقط يستشعرون طاقتك ويعاملونك على أساسها. نظرتك العميقة لنفسك وحبك لذاتك يتجلى واضحا في نوع العلاقات التي تعيشها والمعاملة التي تتلقاها. أنت تحصل على ما تعطي فقط. فهل تؤمن أن كل حدث سيء تعيشه الآن جلبته بالأفكارك وخيالتك السابقة؟ استدعيته بتشاؤمك وسوء ظنك بربك؟ استنزفت طاقاتك على سيناريوهات سلبية وحوارات بائسة حتى تجلت أمامك واقعا، ثم أنت الآن تشكو وتتذمر، كله من عند نفسك. وحين تقرر التغيير ابدأ بأفكارك أولا. في مسرحية الحياة جميعنا نلعب أدوار اخترناها بوعي أو بدون وعي. عليك أن تخفف تعلقك بالأشخاص والأشياء، أن تخفض سقف توقعاتك منهم، أن تختار أن تكون مسؤولا عن نفسك وسعادتك، أن تختار أفكارك، توجه تركيزك وطاقتك حين ستكون قادرا على أن تعيش الدور الذي تريد. فعامل نفسك بلطف ولا تلهمها ولا تؤنبها. حين يعاملك الآخرون بقسوة تذكر كل شخص يفيض بما داخله. حين تكره نفسك سيقول ويفعل ما يجعلك تكره نفسك أيضا. هو الخلل وليس أنت المسؤول عن مشاعرك وحديثك الداخلي. خفف التأثير الآخرين عليك واعتني بنفسك واجعل لها أولوية. كانت هذه مقدمة أصدقائي، فهناك فيديوهات كثيرة مستقبلا. إن كنتم محبي مثل هذه الفيديوهات لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك في القناة.